طبعا هذه الوجبة هي وجبة طارق. تأكل منها وستشعر أن بمعدتك مطارق. يقومون هنا بجلب الزيت ووضعه في الطنجرة، وبعدها يقوم بإضافة البازلاء والقرفة والبهارات والحبشتكنات الخرندعيات. ايش ان شاء الله مبسوطين؟ مبسوط ما؟ خلص مبسوط؟ كفوا الفيديو تعال بس. كفي الفيديو تعال بركة بس. الله. يلا خليكم مع الفيديو. وبعدها يقوم بإضافة البصل، ويقوم بإضافة الفلفل الحار من أجل الإسهال، وبعدها يأتي بالسائل العجيب يا للروعة، ويحرك ويلولش، والمزيد من السائل العجيب كما ترون. يحرك ويلولش، وهنا أصبح بهذا القوام. وبعدها يأتي بالطماطم، نعم، ويحرك ويلولش، يحرك ويلولش، يا للروعة. وبعدها يقوم بإضافة الملح الإنجليزي، ويقوم بإضافة الشطة من أجل الزطة، ويحرك ويلولش. وبعدها يقوم بإضافة الملح فوق الماء في هذه الطنجرة، ويقوم بإضافة هذا الصبغة، ويقوم هنا بإضافة الأرز فوق الطنجرة. وبعدها يقوم بإضافة أفخاذ الدجاج، ويقوم بوضعها في الطنجرة. انظروا إنها تسقسق. وهنا يقوم بإضافة الأرز أيضا بهذه الطريقة المحترفة. هنا يقوم بتغطية الطنجرة. يا للروعة. وهذه هي النتيجة النهائية. كل من أكل الطارق وأحبابك سوف تفارق. يا للروعة.